فاكر لما اتكلمنا على العلاقات وقلنا إن هي مهمة جدا في حياتنا، وإن 85% من حياتنا بتكون متشكلة بالعلاقات أصلا. تخيل معايا إنك طورت نفسك وطورت مهاراتك، بس للأسف مفيش حد يعرفك ومفيش حد بيثق فيك، والفرص مش بتجيلك. تفتكر المشكلة فيك ولا في الناس؟ الحقيقة المشكلة في العلاقات. النهاردة هنتكلم بشكل أعمق عن العلاقات المعنية وإزاي تطورها وإزاي تخليها تديك دفعة لقدام وتقدر تترجم كل نصيحة أقولها لك على أرض الواقع. أنا يوسف عصام، وهدفنا في القناة دي إن إحنا نحقق أهدافنا ونطور من مهاراتنا وإزاي نخرجها بأفضل شكل ممكن. الشركات بتفضل توظف الناس اللي عندها توصيات كويسة جدا، زي عندك أبو زيد لما طلع يتكلم في بودكاست وقال لك العلاقات مش مجرد مجاملات أو معارف سطحية، هي عنصر أساسي لنجاحك. خليني أقول لك بصراحة، ممكن تكون عندك مهارات رهيبة جدا، لكن لو محدش عارفك أو محدش بيثق فيك هتلاقي نفسك واقف مكانك مش بتتحرك. وارن بافيت وتشارلي مونجا علاقاتهم المهنية استمرت لعقود، وكانت السبب في بناء واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في العالم. العلاقة ما بينهم ما كانتش مجرد شراكة، لكن ثقة متبادلة واهتمام مشترك بالنمو. إيلون ماسك وشبكته المهنية. إيلون ماسك مش بس عبقري، لكنه بيعرف يبني علاقات قوية، وده كان السبب في نجاح شركاته المختلفة زي باي بال، سبيس إكس، تسلا. كل دي كانت مبنية على علاقات قوية جدا. أحمد أبو هشيمة ونجاحه في البيزنس، وهو من أقوى رواد الأعمال في مصر، قدر يبني شبكة علاقات قوية جدا مع رجال أعمال وسياسيين، وده ساعده إن هو يوسع أعماله بشكل أكبر. خليني أسألك، لما حد يبعت لك رسالة لأول مرة ويقول لك ممكن تساعدني في كذا، مش بتحس إن هو بيستغلك؟ لكن لو نفس الشخص بدأ معاك علاقة طبيعية واتكلم معاك بشكل طبيعي جدا، مش هتحس إن هو جاي يستغلك. هنا تيجي أهمية فن التواصل الذكي. قدم قبل ما تطلب، ساعد الناس الأول وابني سمعتك، خليك شخص مفيد قبل ما تطلب خدمة، اهتم بالناس بصدق. العلاقات الحقيقية بتبدأ باهتمام. اسأل الناس وتابع أخبارهم وقدم لهم قيمة، لأن ده بيساعدك تدي اهتمام من طرفك. الظهور في الأماكن الصح، احضر مؤتمرات، فعاليات، ورش عمل في مجالك. خليك موجود في الأماكن اللي ممكن الناس تفيدك فيها. استخدم السوشيال ميديا بذكاء. لينكد إن مش مجرد موقع، ده أداة قوية لبناء علاقات مهنية. استخدمه في التواصل مع الناس اللي في نفس مجالك. استغل الفرص الصغيرة. كلمة شكرا ممكن تكون بسيطة جدا، لكن هي في مقام الشخص اللي قدامك كبيرة. شارك معلومة مع شخص بتقدره. كل الحاجات دي بتساعدك تبني علاقات مهنية قوية بدون أي مجهود كبير. إزاي تحول العلاقات لفرص حقيقية؟ طيب، أنت عرفت النص صح وبنيت علاقات كويسة، إزاي تخلي العلاقات دي تتحول لحاجة تفيدك؟ هنا بتيجي أهمية 3 أسرار أساسية. واحد، الاستمرارية في التواصل. العلاقات بتموت لما تهملها. لازم يكون في تواصل من وقت للتاني، تواصل بدون سبب عشان تظهر اهتمامك الحقيقي. اتنين، ابني سمعة قوية. لما تكون شخص محترف وملتزم ودايما عندك قيمة تضيفها، الناس هتفتكرك وهتبعت لك الفرص بنفسها. خليك مفيد قبل ما تكون محتاج. في ناس بتبان بس لما تكون محتاج. الشخص الناجح بيبني علاقاته على العطاء الاول، وبعد كده الفايده بتيجي لوحدها. طب ازاي تتجنب العلاقات المهنيه المضره ليك؟ ممكن تكون داخل العلاقه عشان فاكر ان انت هتستفاد وحاطط كل تارجت قدامك وماشي على كل نظام، بس الفكره كلها العلاقه دي ممكن تكون سبب في تاخرك وتدمير ثقتك في نفسك. قواعد سريعه عشان تبعد عن العلاقات المهنيه المضره. واحد، شخص بياخد ما بيديش، دايما بيطلب مساعدات ومش بيساعد ابدا. اتنين، السلبي والمحبط، كل كلامه سلبية وإحباط ومش بيضيف أي قيمة لحياتك. 3، المستغل، عايز يستفيد منك بدون مقابل وبدون احترام لمجهودك. 4، الحرامي، اللي بياخد مجهودك وينسبه لنفسه. لو خدت النصايح اللي أنا قلت لك النهاردة دي وقدرت تطبقها بطريقة كويسة جدا، صدقني هتقدر تبني علاقات مهنية قوية جدا هتقدر تفيدك في مجالك المهني. لو فكرت في رحلتك المهنية وكأنها لعبة شطرنج، كل علاقة عندك هي القطعة على الرقعة. كل ما بتبني علاقات أقوى، كل ما فرصك للفوز بتزيد. النهاردة فهمنا إزاي نبني علاقات مهنية حقيقية وإزاي نحولها لفرص تساعدنا في مجالنا المهني. سؤال مهم، إزاي تقدم نفسك بأفضل صورة ممكنة؟ لأن ممكن علاقاتك تبقى قوية جدا، بس لو صورتك مش واضحة مش هتقدر تستفيد منهم. ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية، إزاي تبني براند الشخص بتاعك وتخلي الناس تشوفك كشخص مؤثر. كان معاكم يوسف عصام، وشكرا ليك.